دي مباراة أرسنال وليفربول، الجولة اللي هتحسم البريمير ليج، القمة اللي الكل منتظرها. أكيد عايزين تعرفوا الميعاد والقنوات الناقلة وإيه مدى خطورة اللقاء ده على ليفربول وعلى أرسنال. فعزيزي المشاهد، أنت جيت في المكان الصح وفي الفيديو اللي يهمك بجد. فعشان ما نطولش عليك عزيزي المشاهد، النهارده جايين في الحلقة دي نقول لك تصريحات يورجن كلوب، أخبار أرسنال، أخبار ليفربول، غيابات الفرقتين، ومين يقدر يحسم القمة دي. فعشان ما اطولش عليك، تعال بينا سريعا ندخل نتكلم على طول في المباراة، بس بعد ما تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل السبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد اول باول، وتدعس اللايك المتين بتاعك وتقول لنا توقعك للمباراة دي ومين يقدر يكسب اللقاء ده بكل سهولة، خاصة وانها مباراة مهمة قوي قوي قوي. اللي هيكسبها اكيد هيقول لك انا لوحدي اللي هتوج وهحصل على الدوري الانجليزي السنه دي. فيلا بينا. عارف ان الفيديو متاخر شويه، معذره، الدنيا مشاغل. اللي زاد وغطى اننا كنا بنشاهد مباراه النادي الاهلي اللي حسم فيها البرونزيه كاس العالم، وبقى ثالث عالم للمره الرابعه في تاريخه في كاس العالم للانديه. البعض يظن انه انجاز صغير، ولكن اللي صغر الانجاز ده طموح جماهير النادي الاهلي، انهم حسوا ان النادي الاهلي يستحق مكانه اكثر من البرونزيه، ويستحق انه كان يكون امام مانشستر سيتي اليوم في نهائي كاس العالم للانديه. مبروك لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واداره الاهلي وكل شيء يخص النادي الاهلي. فسريعا نرجع لموضوعنا، مباراتنا الناريه المرتقبه من جميع العالم ومن جميع مشجعي انديه العالم وانديه العالم ودوريات العالم كلها. الكل ينتظر المباراة دي. ليفربول هيحاول انه يكسب، خاصة وان المباراة على ارضه في ملعبه وسط جمهوره، والجمهور ينتظر منه كتير قوي. وارسنال هيحاول ان هو يكسب المباراة ايضا، خاصة وان هو اللي متصدر وروحه المعنوية مرتفعة قوي. ارسنال وحيدا يحلق في الصدارة برصيد 39 نقطة، رصيده في المباريات 17 مباراة الى الان، عنده 12 فوز و3 تعادلات و2 خسارة فقط لا غير في الدوري الانجليزي الى الان. ارسنال هجومه مرعب حرفيا، بيسجل في كل مباراة بمعدل 2 واكثر اهداف، قدر يحافظ على شباكه النظيفة لمدة 7 مباريات هذا الموسم في البريمير ليج. اخطر لاعب عند ارسنال هو ساكا الخطير جدا، واللي ابدا جاهزيته للمباراه دهياتي. غيابات ارسنال يمكن مش مؤثره على ارسنال لانهم غايبين من فتره، ومع ذلك ارسنال بيكسب وعامل خطوره في البريمير ليج. اما غيابات ليفربول فمؤثره جدا، عندنا ريبيرسون وماك أليستر، عندنا جوتا المهم قوي في الوقت ده، خاصه ان ليفربول عنده نونيز بيهدر فرص أكنه الراجل مش محتاجها. ليفربول إلى الآن ضيع 33 فرصة محققة للأهداف، منهم 15 فقط لنونيز، وده إن دل على شيء يدل على إن نونيز عقبة كبيرة قوي عند ليفربول في الوقت الحالي، وإن لازم يكون عندك لاعب يستغل كل فرصة تجيلك في مباراة مهمة زي كده. عندنا جوال ماتيب، جيرافنبرخ، ستيفن وتياجو الكانتارا، كل دي غيابات تغيب على ليفربول ومؤثرة قوي قوي. والبعض كله يعرف ان ليفربول بيعاني من مشكلة في خط الارتكاز عند اللاعب رقم 6. عندنا مشاكل كتيرة قوي عند ليفربول في الدفاع، لو استغلها ارسنال هتبقى مشكلة كبيرة قوي. اسلوب لعب ارتيتا مدرب ارسنال هو نفس اسلوب لعب يورجن كلوب مدرب ليفربول. اتوقع ان ارتيتا هينزل طريقة لعب مختلف قوي، وهتكون اقرب ل 4-2-3-1. ارسنال في اخر 5 مباريات لعبهم في الدوري الانجليزي كسب وولفرهامبتون وبرايتون ولوتن تاون، خسر من أستون فيلا اللي قاعد يشاهد وهو مستمتع بيقول لك اشوف مين يوقع مين، واكيد هتحصل نتيجه لصالح في الاخر. اما ليفربول اخر مباراه ليه كانت امام ويست هام، فعمل مباراه تاريخيه، وده اللي مخوفني لان ليفربول مش بيعرف يعمل مباراتين حلوين ورا بعض، خاصه وانها مباراه كانت قدام ويست هام اللي عامل موسم حلو قوي قوي، رغم انه خسر 5-1 امام ليفربول. ومعظم لاعبي ليفربول كانت لعيبه دكه، لعيبه مش اساسيه، وفيهم لاعبين كمان كانت من الاكاديميه. فده ان دل على شيء فان ربنا يسترها، وان ليفربول يمشي على الخطى ويكمل المباراه الثانيه ليه على التوالي من ان هو يكسب. كمان ليفربول كان لاعب مباراه امام مانشستر يونايتد ما عجبتش حد خالص، وكانت مباراه تسد النفس حرفيا، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، رغم انها كان محتاجها قوي قوي ليفربول.
ترتيب هجوم ليفربول في تسجيل الاهداف رقم 3، بيقدر يسجل اكثر من هدفين في كل مباراة. اخطر لاعب في صناعة الفرص الخطيرة عند ليفربول هو محمد صلاح. فمن الاخر مباراة قوية جدا جدا تنتظر ليفربول وارسنال. اللي هيقدر يكسبها ويحدد النتيجة الايجابية ليه هيثبت نفسه انه يقدر يتوج بالدوري الانجليزي الموسم ده. نروح سريعا نشوف تصريحات يورجن كلوب. يورجن كلوب قال لك انها مباراة قوية جدا تنتظرنا، وارسنال فريق مش سهل، والكل يشهد انه كان بينافس على الدوري الانجليزي الموسم اللي فات، وان هو حاليا متصدر الدوري الانجليزي، وان احنا لعبنا مباراة جيدة جدا امامه الموسم الماضي، فينتظرنا مباراة صعبة جدا. نطالب جميع مشجعي ليفربول في الانفيلد انهم يكونوا متحمسين اكثر من اللازم، لانهم الاسبوع اللي فات ما كانوش متحمسين قوي. اعتقد انهم كانوا مخليين الوقت والحماس ده كله للمباراة بتاعت الغد. يورجن لما سأله الصحفي ما موقفك من السوبر ليج، البطولة اللي عاملة ضجة كبيرة واتكلمنا عليها امبارح، قال له انا بحترم بيان النادي جدا جدا. يورجن كلوب اتكلم على عودة جرافنبرخ وجوتا قريبة جدا، وروبرتسون قرب يعود في شهر يناير باذن الله، بس كده مفيش لاعيبة تاني من ليفربول هتعود قريبا. فدي كانت اهم الاخبار اللي تخص مباراة ليفربول وارسنال. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم باذن الله. اشوفكم على خير في حلقة جديدة. السلام عليكم.